زي ما قلنا هنتكلم عن النص الإقناعي. تعريف النص الإقناعي هو نص هدفه إن أنا أثر في القارئ وأقنعه بوجهة نظر معينة في موضوع معين. أشكال النص الإقناعي، النص الإقناعي ده ممكن يجي على شكل مقالة أو خطبة أو إعلان. طيب في حاجات يا ولاد، في عناصر لازم تبقى موجودة للنص الإقناعي. عناصر النص الإقناعي إيه؟ أول حاجة لازم يبقى ليه عنوان ومقدمة وفكر داعمة للفكرة أو للموضوع اللي أنا عاوزة أقنع بيه الناس، وكمان الخاتمة. يبقى في 4 عناصر للنص الإقناعي: عنوان، مقدمة، فكر داعمة، الخاتمة. اتفضلي قولي لي يا فريدة إيه هي عناصر النص الإقناعي؟ عنوان، مقدمة، فكرة داعمة، خاتمة. خاتمة. تمام. قولي لي يا لارا العناصر. عنوان، المقدمة، الفكرة الداعمة، الخاتمة. تمام. اتفضلي يا نورين عناصر النص الإقناعي. عنوان، مقدمة، فكرة داعمة، خاتمة. الخاتمة. العنوان والمقدمة والفكر الداعمة والخاتمة. العنوان ده لازم يبقى عنوان مناسب للموضوع اللي أنا بتكلم عنه. يعني أنا بتكلم عن الرياضة، يبقى لازم العنوان بتاعي يبقى ليه علاقة بالموضوع اللي أنا بتكلم عنه. أكتب أهمية الرياضة. ما ينفعش أكون أنا بتكلم عن الرياضة وأقول العنوان مثلا عن الأكل أو عن الدراسة أو عن المذاكرة. لازم العنوان يبقى مناسب للموضوع اللي أنا بتكلم عنه، ويكون كمان جاذب لانتباه القارئ. المقدمة ده بيبقى أول فقرة كده أو أول سطر موجود في المقال بتاعي أو في النص الإقناعي بتاعي. أول سطر موجود هو ده المقدمة، والمقدمة دي بتشمل الفكرة الرئيسية للموضوع اللي أنا بتكلم عنه، وبتجذب انتباه القارئ وبتحمس القارئ كمان علشان يعرف المزيد من الموضوع. الفكر الداعمة دي بقى، وهي دي بتبقى يعني العنصر الأكبر اللي موجود عندنا من عناصر النص الإقناعي. الفكر الداعمة دي بتبقى عبارة عن 3 أسباب: السبب الأول والدليل عليه، السبب الثاني والدليل عليه، السبب الثالث والدليل عليه. زي مثلا ما هناخد نص عن التعاون بيقول لنا ايه. مثال مثلا السبب الاول ان انا بتكلم عن التعاون او بقول ان التعاون ده حاجه ايجابيه، ان التعاون ده بيقوي العلاقات بين افراد المجتمع، ده السبب الاولاني. الدليل على كده كما ذكر في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى. السبب الثاني ان انا بقول ان التعاون ده بيخليني انجز المهمه في وقت اقل لو انا هعمل المهمه دي لوحدي. الدليل على كده الحديث اللي بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعه. هقول كمان سبب ثالث ان التعاون ده بيظهر قوه المجتمع، فلو المجتمع كله متعاون هتصعب هزيمته. والدليل على كده القصه بتاعت العصايه. عارفين العصا الواحده اللي احنا بنيجي نكسرها تتكسر بسرعه، ولما نجيب بقى حزمه من العصيه او مجموعه من العصيه وهنيجي نكسرهم كلهم مع بعض مش هنعرف. السبب في ايه؟ السبب ان العصايه الواحده كانت بمفردها فاستطعنا كسرها، اما مجموعه العصي اللي مجتمعه مع بعضها ما قدرناش نكسرها. فده الدليل على كلامي، بجيب سبب والدليل عليه، سواء كان الدليل ده آية قرآنية، حديث شريف، أقوال مقصورة، دراسات بتوضح وبتأكد كلامي. يبقى الفكر الداعمة عبارة عن الأسباب التي توضح رأي الكاتب مدعمة بأدلة موثوق منها تؤكد وجهة نظره، السبب والدليل عليه. آخر حاجة الخاتمة، ودي بتبقى آخر حاجة في النص بتاعي. زي ما المقدمة بتبقى أول حاجة، الخاتمة بتبقى آخر حاجة، آخر سطر أو سطرين. والخاتمة دي بتبقى تأكيد للفكرة الرئيسية، وبتلخص الأسباب وبتدعو القارئ لتبني وجهة نظر الكاتب. يبقى هي دي عناصر النص الإقناعي. في حاجات بقى لازم نراعيها لما نيجي نكتب النص الإقناعي يا ولاد، وهي إن إحنا بنختار موضوع بيهتم بيه الكاتب. لازم إن أنا أختار موضوع أكون أنا مهتمة بيه، أو موضوع أكون أنا مقتنعة بيه علشان أقدر أقنع غيري بيه. لو الموضوع ده أنا مش مقتنعة بيه مش هقدر أقنع حد بيه. فلازم أختار موضوع أكون أنا بحبه ومهتمة بيه ومقتنعة بيه علشان أقدر أقنع غيري بيه. معرفة الفئة المراد إقناعها، لازم أحدد الفئة اللي أنا موجهة لها الموضوع ده. أنا كاتب الموضوع ده يا ترى للأطفال، بحثهم فيه مثلا على الأكل الصحي، الأطفال ما ياكلوش أكل من بره، ياكلوا أكل صحي علشان يقدروا يبنوا جسمهم. وهقول لهم مثلا العقل السليم لا، العقل السليم في الجسم السليم. أيوة طبعا لازم يبنوا جسمهم كويس علشان عقلهم يبقى كويس يقدروا يذاكروا. ولا الموضوع ده أنا بوجهه للكبار ولا للرجال ولا للنساء؟ أحدد الفئة اللي أنا بوجه لها الموضوع.
بعد كده لازم ان انا يكون عندي معلومات وادله قويه للموضوع اللي انا بتكلم عنه، البحث الجيد للحصول على معلومات وادله قويه علشان اقدر اقنع القارئ بوجهه نظري. وبعد كده ادعم الراي بتاعي اللي هي الادله بما توافر من نتائج الدراسات العلميه والاقوال المأثوره. قلنا الادله اللي بنجيبها زي نتائج الدراسات العلميه والاقوال المأثوره والاحاديث الشريفه والآيات القرآنية. آخر حاجة بستخدم كلمات الربط السببية المناسبة زي لذلك وبما أن وعندئذ ولأن ومن أجل أو من أجلي. كلمات الربط السببية دي الكلمات اللي بربط بيها ما بين الجمل، وعلى طول هلاقيها في الأسباب أو الفكر الداعمة اللي هو السبب والدليل بتاعه، وعلى طول هلاقي الكلمات دي موجودة في السبب والدليل، السبب الأول والدليل بتاعه، والسبب الثاني والدليل، والسبب الثالث والدليل. وكمان يا أولاد هلاقيها علشان يعني الموضوع يسهل عليا، مش احنا قلنا الفاصلة المنقوطة دي بتستخدم إمتى؟ لما تكون الجملة سبب الجملة التانية. تمام. والجملة الثانية، الجملة الأولى سبب، يعني الجملة سبب في اللي قبلها ولا في اللي بعدها؟ في اللي بعدها. في اللي قبلها. اللي بعدها. تمام، لما تكون الجملة سبب في اللي قبلها، الجملة الثانية سبب في الجملة الأولى. فأنا لما هلاقي فاصلة منقوطة والكلمات دي موجودة هعرف على طول إن دي كلمات ربط. طيب تعالوا دلوقتي نشوف الأنشطة اللي موجودة عندنا علشان نفهم أكتر. الصفحة الثانية اللي جنبها صفحة كام؟ صفحة 337. 337. تمام. ظهرت الصفحة؟ أيوة. صل كل جملة بنوع الإقناع المناسب لها. اتفضلي يا كندا قولي أول واحدة. أشغل نفسك برياضة مفيدة بدلا من مشاهدة التلفاز. يا ترى أنا دي كده بقنعه يا كندا، بقنعه بفكرة ولا بقنعه إن هو يعمل سلوك معين ولا بقنعه إن هو بيغير سلوك كان بيعمله؟ لا، بقنعه إن هو يغير سلوك كان بيعمله. ممتاز. هو كان بيتفرج على التلفزيون كتير وبقول له بدل ما أنت قاعد تتفرج على التلفزيون اشغل نفسك إن أنت تمارس رياضة أحسن. ممتاز يا كندا. عمر رقم 2. الرياضة مفيدة لأنها تحسن صحتك العامة. اقناع بفكرة. تمام ممتاز. اللي بعدها يا أحمد. ابدأ بممارسة الرياضة وستلاحظ الفرق في لياقتك. اقنع بفعل سلوك. تمام، بقنعه إن هو يمارس سلوك اللي هو الرياضة. نشاط باء، اكتب اسم الشخص اللي انت بقى عاوز تقنعه في المواقف الجاية دي. أول حاجة اتفضلي اقرأي يا رقية. أريد السفر إلى الريف في الأجازة، الهواء النقي يقوي الصحة. تمام، يا ترى دي بقى أنا هقنع بيها مين؟ أنا هقنع مين إن أنا عاوزة أسافر في الأجازة؟ هقنع معلمة الفصل. تمام ممتاز، هقنع أبي وأمي. يبقى أكتب هنا جنبها أبي وأمي. الله. أوكي تمام، شكرا يا رقية. طيب رقم 2 إياد اتفضل. نحتاج إلى إطالة وقت الفسحة. وقت الفسحة لما له من آثار جيدة على زيادة التحصيل. لو انت عاوز تزود وقت الفسحة في المدرسة هتقنع مين بالكلام ده؟ معلمة الفصل ولا مدير المدرسة ولا أصدقائك؟ تمام ممتاز، مدير المدرسة. ازيك يا بتول؟ بتول سامعاني؟ طيب قولي يا لارا رقم 3.
نريد الاحتفال بصديقنا الجديد بالفصل كي لا يشعر بالوحدة. طيب احنا عاوزين نعمل حاجة في الفصل يا لارا، يا ترى هنقنع بكده مين؟ أصدقائنا ولا معلمة الفصل؟ معلمة الفصل. ممتازة، معلمة الفصل. تمام. رقم 4 رقية. أصدقائي لا، طب اقرأي نلعب الجملة. كرة السلة بدلا من كرة القدم كي كي نشعر لا بالملل. نشعر بالملل. أصدقائي يبقى تمام، يبقى هيقول لأصدقاء. تمام، نشوف اللي بعد كده. جايب لنا يا أولاد مجموعة من الأدلة، وعاوز إن احنا نقرأ الأسباب دي ونختار الدليل المناسب ليها من الأدلة اللي فوق دي. السبب الأول وقاية نفسك من الأمراض، لما أنت العنوان الكف عن الطعام الغير الصحي. لما أنت تكف عن الطعام الغير الصحي هتقي نفسك من الأمراض. يا ترى الدليل على كده إيه؟ قولي يا كندا. مش مش ثانية واحدة يا مس. معاكي. ماشي. هتبقى أشارت الدراسات ممتاز. إلى أن 1 من 5 وفيات سببها الطعام غير الصحي. أشارت الدراسات إلى أن كل من 1 من 5 وفيات سببها الطعام غير الصحي. ممتاز. تمام، ده السبب الأول. السبب الثاني إن الكف عن الطعام غير الصحي هيمنحنا المزيد من الحيوية والطاقة. يا ترى الدليل على كده إيه يا أحمد؟ لاحظ ذلك بنفسك إذا ستؤدي العديد من الأنشطة دون أن تشعر ممتاز. بإرهاق الكسل. كالسابق. ممتاز يا أحمد. طيب السبب الثالث إن الكف عن الطعام غير الصحي مش هيخليك تهدر نقودك، لأن طبعا الطعام الغير الصحي هو الجانك فود أو الفاست فود اللي احنا بنشتريه من بره، فطبعا ده بيسبب إهدار للنقود. إيه الدليل على كده بقى؟ الدليل إن الكف عن الطعام غير الصحي مش هيخليني أهدر نقودي وأحافظ عليها. اتفضل يا عمر. ستوفر الكثير من النقود عند إعدادك طعاما في المنزل. ممتاز، يبقى ده الدليل الثالث. طيب عاوزين نختار عنوان تاني مناسب للموضوع غير الكف عن الطعام غير الصحي. يا ترى ممكن يبقى ايه؟ ميس ممكن أقول يا ميس؟ الطعام الصحي. الطعام الصحي له فوائد عديدة. تمام، ممكن ايه كمان؟ أو الطعام غير الصحي يهدر نقودك. تمام، ممكن. وممكن نقول إن الطعام اللي هو غير صحي، الطعام الغير صحي ليس مفيدا لك. تمام، ممكن نجيب حاجة بقى ايه كلكم ينفع أقول واحد؟ اتفضل. أنواع الأطعمة الصحية والغير صحية. أنواع تجنب الطعام الأطعمة. الغير الصحي. تمام، ممكن كده. أنواع وممكن الأطعمة هو الصحية طيب والصحية. طيب أنا عايزة أقول حاجة بس. هو دلوقتي اتكلم عن إيه؟ اتكلم عن أضرار أضرار الطعام الطعام غير الغير الصحي. الصحي. أضرار أو مخاطر الطعام الغير الصحي. تمام. اكتب خاتمة تشجع القارئ على الكف عن الطعام غير الصحي. احنا قلنا ان الخاتمة دي لازم بتؤكد الفكرة الرئيسية وبتلخص الأسباب ودعوة للقارئ لتبني وجهة نظر الكاتب. دعوة لتبني وجهة نظر الكاتب ده زي ما هقول أنادي
بتجنب أو بالكف عن الطعام الغير الصحي، أنادي، أدعو، يجب علينا، الحاجات دي كلها. يبقى هقول يجب علينا الكف يجب علينا الكف عن شراء الأطعمة غير صحية لأنها تضر بصحتنا. أو أنادي يجب علينا الكف عن الطعام الغير الصحي، أو أنادي بالكف عن الطعام الغير الصحي لأنه يسبب الكثير من الأمراض. طالما قلت لأنه يبقى حط إيه؟ علامة الترقيم فصل منقوطة. تمام. لأنه يجب علينا الكف عن الطعام غير الصحي لأنه يسبب الكثير من الأمراض ويهدر الكثير من النقود. مش باينة قوي بس أنا هقولها لكم تاني. يجب علينا الكف عن الطعام غير الصحي لأنه يسبب الكثير من الأمراض ويهدر الكثير من النقود. خلصنا يا ولاد؟ نشوف الصفحة اللي بعد كده. ثانية واحدة بس يا ميس. اوكي. بتقولي انت سامعاني؟ بتقول هو انا مش سامعاكي. لو انت بتتكلمي وفي مشكلة في الصوت حاولي تخرجي وتدخلي تاني. شوفي الإجابات على الشات. برافو يا رقية، ممتازة. ماشي يا فريدة. اوكي، خليكي تقولي. حاضر يا بتول، هعيد تاني. تمام يا رقية، ممتاز. بس قولي لي يا بتول انت سامعاني ولا لا، لان انا مش سامعاكي. يعني انا هراجع تاني على الحاجة اللي انا قلتها، بس قولي لي انت سامعاني ولا لا. ممتاز يا كندا. ممتاز يا رقية. رقية وكندا ممتازين، اجاباتكم في الشات. اوكي يا بتول ويا فريدة. مين يقدر بقى يعيد تاني لبتول باختصار؟ أنيسة حضرتك سامعاني كده؟ أنا يا بتول انا كده سامعاكي كويس. أنا يا ميس. أنا يا ميس. أنا يا ميس. مين بيقول انا؟ عمر ومين؟ أنا فريدة. عمر وفريدة وكندا. طيب نبدأ بكندا، اتفضلي. أنا شايف. كتابة نص إقناعي. النص الإقناعي إن إحنا الأهداف بتاعة النص الإقناعي إن إحنا نأثر في القارئ ونأثر على رأيه ونحاول نقنعه بوجهة نظرنا إحنا المعينة في موضوع ما. والنص الإقناعي ممكن يجي على شكل مقال أو خطبة أو إعلان. وفي عناصر للنص الإقناعي ده. العنوان ده لازم يكون مناسب أو ملائم للموضوع ويجذب الانتباه بتاع القارئ. المقدمة دي بتتضمن الفكرة الرئيسية اللي هي الأفكار بتاعة الموضوع، تجذب انتباه القارئ وتشد القارئ، تحمسه لمعرفة المزيد عن الموضوع وتخليه متحمس أكتر إن هو يقرأ أكتر عن الموضوع ده ويكمل بقية المقال أو الخطبة أو الإعلان. شكرا يا بعد كندا. كده شكرا. كمل يا عمر. بعد كده الفكر الداعمة. الفكرة الداعمة بيبقى لها 3 أسباب. السبب الأول لازم إن أنا أجيب دليل عن الموضوع، والسبب التاني لازم برضه أجيب دليل يقنع برضه أكتر، والسبب التالت برضه لازم أجيب دليل، والخاتمة طب تأكيد استنى، على الفكرة. الأدلة دي يا عمر بتبقى منين؟ زي إيه مثلا؟ زي مثلا حديث، زي حديث، زي آية قرآنية، زي أقوال مأثورة.
الحاجات دي كلها زي إحصائيات أو دراسات علمية بتثبت كلامي. شكرا يا عمر. ماشي كمل يا عمر. والخزائن بتكون التأكيد على الفكرة الرئيسية اللي كتبتها تمام وتلخيص الأسباب. تمام شكرا يا عمر. كملي يا فريدة. آه، ايه الحاجات اللي انا آه، لازم اراعيها لما اجي اكتب نص اقناعي؟ إن إحنا ما يجب معرفته عن كتابة نص الإقناعي، إن إحنا اختيار موضوع يهتم به الكاتب لكي تمام يستطيع إقناع الخير لازم ان انا غيره. اختار موضوع الكاتب يكون مقتنع بيه علشان اقدر اقنع غيري بيه، وبعد كده احدد الفئة اللي انا عاوزة اقنعها سواء كانوا اطفال او كبار او رجال او نساء. ايه كمان يا فريد؟ البحث الجيد للحصول على المعلومات والأدلة والادلة القوية. قوية. تمام. ولازم تقناع كمان القارئ. يا فريدة استخدم كلمات الربط زي لذلك وبما ان وعندئذ ولان ومن اجل. شكرا يا فريدة. ده اللي احنا اخدناه يا بتول. الشكر. العفو يا حبيبتي. النص الإقناعي ده يا ولاد بعنوان الرياضة أسلوب حياة، هنقرأه مع بعض علشان نقدر نحلل العناصر بتاعته. الرياضة أسلوب حياة. عمر اتفضل اقرأ. الرياضة أسلوب حياة. هل تعرف أهمية ممارسة الرياضة؟ فهي ليست للتسلية أو الترفيه دون فائدة، وإنما أسلوب حياة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، فلها فوائد عظيمة. فممارسها يتمتع بقدرات عقلية متميزة. وقد قيل قديما العقل السليم في الجسم السليم. شكرا يا عمر. كمل يا أحمد. حيث تساعد التمارين الرياضية على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة والمهارات العقلية. تلعب الرياضة دورا أساسيا في تقليل نسبة الإصابة بالأمراض، إذ أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة البدنية تفيد الجسم كثيرا وتؤدي إلى تقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وتزيد مناعة الجسم. شكرا يا أحمد. كملي يا لارا. تعلم الرياضة أيضا العديد من المهارات والسلوكيات والقيم التي تساعد على التأقلم في المجتمع. فالرياضة تهذيب للنفوس وليست لإحراز الكؤوس. فهي تعلمنا الصبر والمثابرة واحترام الغير وتقبل الخسارة والتعاون. شكرا يا لارا. كملي يا نورين. وغيرها من المهارات المهمة. وغيرها. السطر اللي قبل الأخير. وغيرها من المهارات المهمة للتمييز والنجاح. للتميز والنجاح. مهمة للتميز والنجاح. الفرد والمجتمع بالخرس. فلنحرص على ممارستها بشكل دوري لتصبح عادة يومية
ولنشجع كل من حولنا على ذلك. تمام يا نورين، شكرا. شكرا لكم يا ولاد. ده النص الإقناعي. عناصر النص الإقناعي قلنا هي إيه؟ المقدمة، وبعدين الفقر الداعمة، السبب الأول والدليل، السبب الثاني والدليل، السبب الثالث والدليل، آخر حاجة الخاتمة. أول حاجة عندنا العنوان. العنوان هنا هو إيه يا ولاد؟ الرياضة أسلوب حياة. عنوان مناسب الرياضة أسلوب للموضوع. حياة. عنوان مناسب للموضوع لأن أنا بتكلم عن الرياضة. فين المقدمة هنا يا فريدة؟ محدش يتكلم من غير إذن من فضلكم. فريدة فين المقدمة؟ المقدمة: هل تعرفون أهمية ممارسة الرياضة؟ فهي ليست التسلية والترفيه دون فائدة، وإنما أسلوب حياة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. تمام. تبقى يا ولاد هي دي المقدمة. كلمة فلها دي كلمة من كلمات الربط الموجودة، نحط حواليها دايرة. كلمة فلها دي كلمة من كلمات الربط الموجودة، ودي المقدمة. المقدمة أول جملة بتبقى موجودة في النص بتاعي هي دي المقدمة. طيب السبب الأول أهو يا ولاد، تعالوا ما نشوفه مع بعض. السبب الأول ليه بقول إن الرياضة دي أسلوب حياة؟ أهو: ممارسها يتمتع بقدرات عقلية متميزة. يبقى ده السبب الأول. الدليل عليه إيه؟ الدليل الأول على السبب الأول إن هو قيل قديما، الأقوال المأثورة: العقل السليم في الجسم السليم. ليه؟ حيث تساعد التمارين الرياضية على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة والمهارات العقلية. هكتب هنا السبب الأول علشان نعرف هو مكانه فين في الفقرة أو في النص. ده السبب الأول. رقم واحد السبب الأول، وواحد بعديه ده الدليل عليه، ده الدليل الأول. يبقى احنا كده طلعنا المقدمة، وبعدين طلعنا السبب الأول والدليل عليه. طيب نيجي بعد كده هنلاقي السبب الثاني. السبب الثاني إن الرياضة بتلعب دور أساسي في تقليل نسبة الرياضة بالأمراض. ده السبب الثاني. إيه الدليل على كده؟ الدراسات أهي. أثبتت الدراسات العلمية أو أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة البدنية تفيد الجسم كثيراً وتؤدي إلى التقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ومناعة الجسم. ما تخططيش يا كندا معايا علشان ما يبقاش فيه خطوط كتير في الفقرة. يبقى تقليل نسبة الإصابة بالأمراض ده السبب الثاني اللي أنا بدعو بسببه، اللي أنا بدعو ليه لممارسة الرياضة. السبب الثاني. إيه الدليل على كده؟ الدراسات العلمية. ده الدليل. طيب عندنا يا ولاد في هنا كان في موجود كلمات ربط. قلنا فلها، وقلنا اهي حيث برضو من كلمات الربط، وقلنا إذ وفهي. فهي هنلاقيها تحت، فهي تعلمنا الصبر، بلاش هي اللي فوق. طيب وكلمة أيضا قبل ما نجيلها أيضا اهي كمان من كلمات الربط. وده يا ولاد السبب الثالث، إن الرياضة بتعلم العديد من المهارات، ولذا كمان الرياضة بتعلم العديد من المهارات والسلوكيات والقيم اللي بتساعد على التأقلم في المجتمع. ده السبب الثالث. ايه الدليل على كده؟ الدليل اهو: إن الرياضة تهذيب للنفوس وليست لإحراز الكؤوس. فهي تعلمنا المثابرة، الصبر والمثابرة واحترام الغير وتقبل الخسارة والتعاون وغيرها من المهارات المهمة للتميز والنجاح. يبقى يا ولاد ده السبب الثالث. وده الدليل عليه. بعد ما جبنا
المقدمة والسبب الأول والدليل عليه والسبب الثاني والدليل والسبب الثالث والدليل، ناقص آخر حاجة إيه؟ الخاتمة. قولي لي هنا يا بتول فين الخاتمة؟ الخاتمة اللي هي في ممارسة مهنة للفوز لذا المجتمع. فممارستها مهمة للفرد لذا والمجتمع. فممارستها يبقى أول مهمة حاجة هنا للفرد والمجتمع. بتقول، يبقى أول حاجة هنا نعم. بيؤكد على الفكرة الأساسية إن ممارسة الرياضة مهمة للفرد والمجتمع، وكمان موجود في الخاتمة إن هو بيدعو القارئ على تبني الفكرة. شكرا يا بتول. على ممارسة بشكل دوري لتصبح عادة يومية لنشجع كل من حولنا على ذلك. تمام، يبقى دي الخاتمة. يبقى احنا يا ولاد طلعنا المقدمة وطلعنا الأسباب والدلائل عليها الأول والثاني والثالث، وبعد كده آخر حاجة طلعنا الخاتمة اللي هي آخر عبارة في الموضوع أو آخر جملة في الموضوع بتاعنا. كلمات الربط عندنا إيه اللي أنا حاطة عليها دايرة دي؟ فلها، حيث، فلها، إذ، فلها، أيضا، إذا. إذا، أيضا، لإذا. فلها حيث، إذا، أيضا، فهي، لذا. ميس هقولهم كلهم. ما خلاص اهيت الحاجات موجودة تحت يا ولاد. الحاجات اللي احنا طلعناها من الفقرة هي اللي موجودة تحت: العنوان والمقدمة والأسباب والدلائل عليها، بعد كده الخاتمة وكلمات الربط. نشوف النص اللي بعد كده. النص اللي بعد كده بعنوان يد لوحدها لا تصفر. يا ترى العنوان ده بيفهمنا ان النص هيكون عن ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ تعاون. التعاون. ممتاز. ايد لوحدها ما تسقفش، يعني انت لوحدك مش هتقدر تعمل حاجة، لازم تتعاون مع غيرك علشان تقدر تنجح. يد واحدة لا تصفر. طيب اقرأ يا اياد، اتفضل. التعاون من اهم الصفات الإنسانية. مش ظاهرة عندك يا اياد؟ لا مفيش حاجة ظاهرة غير صفحات كده. صفحات كتير. طيب اوكي. ماشي يا فريدة، هتقرأ. ظهرت كده يا اياد؟ زادت اهي. اتفضل. التعاون من أهم الصفات الإنسانية التي تقوم على التفاعل بين الإنسان والمحيطين به، لذلك هو أساس نجاح المجتمع، فهو يعمل على تقوية العلاقات. تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع. توقيت العلاقات بين أفراد المجتمع. وقد ذكر في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى. شكرا. كملي يا رقية. فالمشاركة في فعل الخير تبني الألفة. المشاركة لفعل الخير تبني الألفة والود بين أفراد المجتمع، كما أن التعاون يساعد على إنجاز المهام في وقت أقل كثيرا من ذلك الذي يستهلكه الشخص بمفرده. وقد صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حينما قال يد الله مع الجماعة. شكرا. كملي يا فريدة. حيث إن تعاون الأفراد ويوفر الوقت، الجهد والتعاون أيضا، ويظهر قوة والتماسك المجتمع، لذا يصعب
هزيمة المجتمع المترابط أفرادها مثل أمثال العصا التي مثله مثل يمكن العصا كسرها التي يمكن كسرها بمفردها. أما لو كانت مجموعة من العصا من يصعب العصي كسرها فيصعب من العصي كسرها. يصعب شكرا. كسرها كملي يا من بتول. من أجل ذلك بتول كملي. من أجل ذلك من أجل ذلك من أجل ذلك يعد التعاون سببا أساسيا في تقدم المجموعات ورقيها. ثواني كده يا بتول، انت عندك دوشه جامده جدا. انا مش سامعه صوتك مش واضح. عندك دوشه، يعني دوشه قوي. طيب، من اجل ذلك يعد التعاون سببا اساسيا في تقدم المجتمعات ورقيها، فعلينا جميعا ان نتعاون معا لرفعه بلادنا وتقدمها، فباجتماع السواعد يبنى الوطن وباجتماع القلوب تخف المحن. العنوان زي ما قلنا يد واحدة لا تصفق. طيب المقدمة يا نورين. التعاون من أهم الصفات الإنسانية التي تقوم على التفاعل بين الإنسان والمحيطين به، لذلك هو أساس نجاح المجتمع. تمام. في هنا كلمة من كلمات الربط يا أحمد، إيه هي؟ لذلك. تمام، يبقى ده المقدمة. السبب الأول قولي يا كندا. فهو التعاون بيعمل إيه؟ وكلمة فهو كمان كلمة من أداة من أدوات الربط أو كلمة من كلمات الربط.